بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. بنسمي بالرحمن ونسمي على حبيب المصطفى وندخل على فيديو النهاردة بقلب جامد. ويا ريت ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك لأول مرة تشوفيني. بحبكم جدا في الله. صباح العسل، صباح الفل على أحلى متابعين يوميات سهور في الريف. بنشكركم جدا جدا حبايبنا واخواتنا اللي دخلوا على صفحتنا ودعمونا. بنشكركم جدا جدا جدا. وأم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين وواضح عليكم بخير. حبايبي النهارده انا معايا الفيديو الجميل التحفه اللي انتوا شايفينه ده. يعني كام واحده كده كلمتني وجات: يا سهير شغلك الاساسي ايه؟ شغلك الاساسي ايه؟ هو ده شغلي يا جماعه، من غير الصفحه على فكره. وانا شغاله في مشغل اتعلمت وبعدين جبت مكان بيتنا واتعلمت اللي انا اشتغل. وبسم الله ما شاء الله، الحمد لله على اللي انا فيه. اللهم صل على حضره النبي. بدات شغلي بايدي بدراعي، ما اتركنتش على حد. هو ده شغل الأساسي وهو ده حياتي وهي دي مهنتي، هو المشغل. اللهم صل على حضرة النبي. طبعا كل ما يجي ليا شغل احنا مسمين الشغل ده بتبقى ايه؟ رسالة. الرسالة لما بتيجي حسب الكمية اللي بتيجي او حسب الرسالة اللي بتيجي، مرة كله داخلي رجالي على فكرة. انا بشتغل ده كله رجالي، ما اشتغلناش حريمي خالص نهائي، هو ده رجالي. مرة تيجي طقم صوف، مرة تيجي فانلة داخلية، سواء حمالة سواء نص كم سواء الشورتيات انتوا شايفينها ديت، كل هيته رجالي. بعد ما بيخلص طبعا بشطبه على المكن، ببدأ ان انا اطبقه زي ما انتوا شايفين كده عشان هيتكيس كل قطعتين في كيس. تطبيقة سهلة جدا جدا، ما خدش اي وقت خالص. المهم انا بخلص شغلي الاول على المكنة واقوم جاي ما بقى استمر في الشغل الجميل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. امي قاعده قصادي بتطبق وانا بطبق. بس انا بصراحه هي كانت دايما يعني بتقول لي: قومي يا ساره جهزي فطار، جهزي غدا، جهزي اي حاجه. قلت لها: لا، انا هشتغل وانت قومي ايه جهزي انت على مهلك مع نفسك كده لما انا ايه اخلص يعني. رغم ان الشغل ما بخلصش عامه، بس انا حبيت ان انا اخليها ايه تقوم هي براحتها يعني. جبت الطبليه ديت وبعد ما خلصت الشغل خالص بدات ان انا اجيب الشغل جنبي واكيس. يعني الحبه اللي بكيسهم او بطبقهم بخلصهم خالص بشطبهم عشان ما ارجعش لهم تاني خالص. الشغل اللي جنبي ده كل هيته لما انا طبقته وكيسته ما باخدش وقت. التكييس ما بياخدش وقت عن المكن. المكن طبعا كام مرحله كام شغل بتنقل من على مكنه لمكنه. والحمد لله ربنا جواني، وبدال الواحده فاهمه في الشغل وفاهمه في كل حاجه، مش مستنيه حد يقول لها اعملي كذا ولا سوي ولا اي حاجه خالص. شغلها عارفاه تعمل هي اللي هي عايزاه. جبت الطبليه دي وقعدت بقى مع نفسي كده، وامي قصادي برضو بطبليه تانية وقاعده اطبق. يعني انا قلت لها: براحتك، عايزه تطبقي، عايزه تقومي تجهزي اكل تجهزي براحتك، انت عايزه تتمشي شويه، عايزه تقعدي قصادي برضو براحتك كده. قالت لا، كانت نفسها ومنعنا ان احنا نخلص النهارده قبل بكره عشان فيه شغل جاي لي من يمة الصفحة. ده شغلي الأساسي قبل ما أفتح اليوتيوب على فكرة صفحتي، وقبل ما أعمل أي حاجة على اليوتيوب دي بقاليها كام سنة. هي دي شغلتي من صغيرة وأنا متعلمة دور المشغل. لما كبرت وبدأت اللي أنا أجيب مكان بيتنا وبدأت اللي أنا أقعد بقى في بيتنا، خلاص أنسى دور المشاغل. كده خلاص فهمت وتعلمت وجيت هنا. جيت بقى فتحت هنا وقعدت هنا. واليوم اللي انا مش ورايا فيه اوردرات لاي حد مهما كان بقعد على شغلي. يعني حتى لو في طول النهار اوردرات اي حاجة بنعملها انا وامي، خلاص طول النهار قدامنا وبقعد لو ساعتين اتنين بس بالليل حلوين بيستكفوا عندي اللي انا ايه اشطب فيهم شوية من الشغل. مفيش اوردرات ورانا بالنهار، بشتغل طول النهار وبالليل اشتغل حاجات بسيطة عشان برضو مش ينفع بالليل وبالنهار عشان انا الارهاق وكده يعني. بدأت اللي انا اخلص الشغل ده انا وامي، وقلت لها بقى: قومي مع نفسك كده اللي انت عايزاه وجهزي بقى ايه. مش هتقولي فطار عشان احنا قعدنا مع الدور، قولي غدا. هي قالت: لا اسمه فطار، بدل ما فطرناش يبقى اسمه فطار. قلت لها خلاص. قامت هي تجهز بقى الاكل براحتها كده، وانا جبت الكياس وجبت الشغل اللي كان قدامها كل هيته هو ده. وانا طبقت شويه لميت كله على بعضه على الطبليه الطويله ديت، وقمت جايه بقى ايه مع نفسي انا كده اكيس واحطه في جنب. لسه هيتجمع يا جماعة، أنا لسه ما خلصت الشغل على فكرة، أنا بكيس بس مش أكتر. لميته كل اللي جنبها وخدته كليته قدامي. وكل اللي أنا كنت أنا شغالة فيه برضو طبقته كله ورفعته كليته على الطبلية. وبدأت بقى كل قطعتين مع بعض كده أكيسهم وأركن جنبي، عشان لما أخلص الكمية دي كلها هرجع تاني أكيس كل قطع في كيس كل تلاتة. يعني ايه، هو مش كيس واحد اللي خلص، لا ده هو 100 مرحلة الشورت بيشتغل فيه.
مرحلة كده ومرحلة، كل حاجة بتاخد وقت، بس للي فاهمة فيه، اللي فاهمة فيه بس ما بتاخدش منه اي وقت، خلاص خلاص على طول ربنا بيسهلها. وبعدين احنا ناويين خير في شغلنا، ربنا بيسهلها معانا. والله يا جماعة ما باخدش وقت خالص، رغم ان انا وامي شغالين، بس الحمد لله رضا. بدل ما نقول يا رب دي بالدنيا بحالها، ربنا يقف جنبنا في حاجات كتيرة، او ربنا يعيننا على اللي احنا فيه، ويبعد عنينا الناس المؤذية، الناس الوحشة. بس ده اللي انا بتمناه من ربنا، الا كل واحد يفضل في حاله. بدأت لميت الشغل كله، وبدأت أجيب وكيس براحتي كده، أنا كده مع نفسي. وأمي جامد، رغم اللي هي قعدتها معايا بالدنيا بحالها، وبتبقى بركة في كل حاجة. والله يا جماعة لما تحط إيدها في الحاجة بتبقى كلها بركة، ببقى فرحانة وسعيدة، وأمي معايا. ربنا يخليها له وما تحرمش منها أبدا أبدا أبدا. ربنا يخليها لي بقعدتها معايا دي بالدنيا بحالها. مفيش أي حاجة بتبقى حلوة لما بتحط إيدها فيها، سواء معجنات، سواء الشغل، سواء أي حاجة مهما كان. حتى هي تقول لي يا سوري ابدأي انت اعجني، اقول لها لا، انت البركة، انت الخير والبركة. انا ما ببدأش بأي حاجة خالص، ولا بعجن في اي حاجة خالص لما هي تحط ايدها الاول في عجين، في اي حاجة بتبقى بركة. انا متعودة على كده، بتبقى خير، قعدتها معايا خير، وبتعجن في كل حاجة بتبقى خير وبركة، وبتطلع كل حاجة ناجحة من تحت ايديها، وكل حاجة حلوة خالص. تقول لي يا بنتي اتكلمي، طب تعالي انت اعجني، اقول لها لا، انت البداية، انت الاساس، مش انا. عشان كده بتقعد تشتغل معايا في الشغل الحلو اللي انتوا شايفينه ده، ما باخدش وقت خالص. بتطبق معايا في كل حاجه، سواء فلنات ايجاد، سواء اي لبس. لا، هو ده داخلي رجالي. الشغل ده كله اللي انتوا شايفينه ده هو رجالي، مفيش حريمه خالص. لما اتعلمنا رجالي. هنعمل ايه؟ عشان الشغل اللي كان قدامنا كان هو رجالي. بدأت خلصت شغل كليته اللي انتوا شفتوه، وبدأت بقى اجيب الكياس ديت عشان اكيس كل 3 شرطيات في كيس زي ما انتوا شايفين كده. والزق بقى من هنا، دي اخر مرحلة خالص، هيتكيس وهيتعبى في شكاير بيضة وخلاص. ده احسن يعني، ده اخر حاجة خالص انا خلصتها يا جماعة. ولا تقولوا شغل ولا تقولوا اي حاجة، ده هو ده. شفتوا؟ بكيس الكياس بس كده وبلمها كلته على جيت اخويا بقى هيجي يعبي معايا، يعمل معايا اي حاجة. هو عامة دي سهل للسيد من اي شغل تاني. هيجي يعبي بس في الشكاير مش اكتر، تجميع بقى. نشوف هنعبي كام دستة، 20 دستة، 15، 30، 40، حسب ما انا صاحب المصنع يقول لي. يعني قبل ما بعبي اي حاجة برجع له تاني، يا اقول له طب انا هكيس ايه، طب اعمل ايه، يقول لي اعملي كذا، كام دستة، كام قطعة، كام، حط علامة كذا. ما انا مش من نفسي عامه يعني، بس انا عرفت الشغل وعرفت هو نشتغل ازاي. يعني قعدت بسأله بسيط في حاجات محددة بس، تجميع ايه، شغل ايه، بس هو ده شغلي انا. قامت هي بقى ايه، جهزت الافطار الجميل التحفة اللي هي عاملة ده، من بطاطس لفول لبرنجان لطعمية لمخلل. هو جبنة حادقة يا جماعة ولا دي ايه بالظبط؟ استنوا ما نشوف امها هتجيب ايه. اه، جبنة حادقة. انا قلت لها تمخلل، قالت لا، هي الجبنة دي هنا وخلاص. وبصل وجرجير وخس، واحلى بقى يعني ايه، احلى عيش يا جماعة. امي كانت خبزاه في الطاسة. بس انا ما صورتهاش بجد، عشان هي اللي قامت عملت كده في لحظة. بسم الله ما شاء الله، العيش ده جميل جدا جدا. عملته لنا قبل كده برضو، كان طري وطعمه جميل وتحفة. اللهم صل على حضرة النبي. آه خبزته في لحظة كده، وبعدين جهزت بقى براحتها كده، بس كان طري وطعمه جميل. واحلى فطار النهاردة، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. شفتوا؟ عسلة، احلى حاجة والله العظيم. قالت تعالي يا سور بقى ايه، خد الفيديو الجميل الحلو ده عشان نقعد بقى نفطر او نتغدى زي ما انت بتقولي. بسم الله ما شاء الله.